الإنسان مننا بيحصل له انتكاسات كتيرة جدا، وأكيد ممكن تحصل له عقبات في حياته تعمل عنده نوع من اليأس الداخلي والإحباط. دي طبيعة الإنسان والحياة، بس الإنسان برضه مطالب إن هو يحافظ على نفسه وقت الأزمات دي. مش تيجي الأزمة من دول يجري وينهي حياته على طول، بس لأن الإنسان خايب وممكن يعملها أصلا، فالدين عمل لك حاجز كبير عندها، وإنك مهما يحصل ما ينفعش تعمل كده. أصل نفسك مش لعبة يا حبيبي، ولو الدين كان ساب الأمر مطلق كانت حصلت حالات كتير منها زي ما شفنا في الدول اللي قلنا عليه. فهنا الحاجز اللي حطه الدين ده مش بيكتف الواحد، لا ده بيحافظ على نفسه وبيمنعه من أكبر وأسوأ حاجة ممكن تحصل. بص بقى للبلاد اللي كنا ذكرناها، إن كانت كوريا أو روسيا أو الولايات المتحدة، لا الدين ولا القانون بيمنع عنهم الموضوع ده، وكل واحد بيعمل اللي على مزاجه. علشان كده هتلاقي المعدل عندهم عالي جدا. دي كانت من ضمن الأسباب، وطبعا في غيرها كتير. خلاصة الموضوع إنك وإن كنت بتعيش في وضع صعب شوية، لكن أنت بتمتلك حاجات مميزة جدا مش موجودة في دول تانية ولا في شرايع تانية، زي الدين والترابط الاجتماعي والتكاتف بين الناس. وإحنا المفروض بقى الصراحة نتمسك بالحاجات دي ونحافظ عليها على قد ما نقدر.